السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. المتأمل في شعر الغزل يجد أن الشعراء أكثروا من وصف سحر العيون وجمالها، وعبروا عن أثر النظرات وسهامها، وأنها كم أدمت من قلب وكم أخفت من شعور. وابن حزم له كلمة جميلة يصف فيها سحر العيون، يقول: واعلم أن العين تنوب عن الرسل ويدرك بها المراد، والحواس الأربع أبواب إلى القلب ومنافذ نحو النفس، والعين أبلغها وأصحها دلالة. وفي هذا الحديث السريع سأذكر أجمل ما قال الشعراء عن سحر العيون. من ذلك قول الشاعر: عيون عن السحر المبين تبين، لها عند تحريك القلوب سكون، إذا أبصرت قلبا خليا من الهوى تقول له كن مغرما فيكون. والآخر يقول: همس العيون أرق من همس الشفاه لمن شعر، والعين ترسل عشقها قبل الشفاه إلى البشر. ولعل من أشهر ما قيل في وصف العيون قول الشاعر: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. أحد الشعراء أيضا له أبيات جميلة يقول فيها: كلانا مظهر للناس بغضا، وكل عند صاحبه مكين، وكيف يفوت هذا الناس شيء، وما في القلب تظهره العيون، تبلغنا العيون بما أردنا، وفي القلبين ثم هوى دفين. وإليليا أبو ماضي له أبيات جميلة يقول فيها: ليت الذي خلق العيون السودا، خلق القلوب الخافقات حديدا، عوذ فؤادك من نبال لحاظها، أو مت كما شاء الغرام شهيدا، إن أنت أبصرت الجمال ولم تهم، كنت امرأ خشن الطباع بليدا، وإذا طلبت مع الصبابة لذة، فلقد طلبت الضائع الموجودا، هي نظرة عرضت فصارت في الحشا نارا، وصار لها الفؤاد وقودا. وقال أحدهم: هناك وقفنا والشفاه صوامت، كأن بنا عيا وليس بنا وجد، سكتنا ولكن العيون نواطق، أرق حديث ما العيون به تشدو. لعلنا نختم بقول البارودي: نصبت حبائل هدبها فتصيدت قلبي، فراح فريسة الأهداب، ما كنت أعلم قبل طارقة الهوى، أن العيون مصايد الألباب.